السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد الفيزرال لارفا مايجرينز، ودي بتكون بسبب النيماتود. ولكن هل كل النيماتود؟ لا، هي النيماتود اللي بتكون موجودة في الكلاب والقطط. في الكلاب والقطط بتكون عبارة عن ادلت وورم موجودة في السمول انتستين، بتروح بتلف السيركوليشن بتاعها عشان تتحول لادلت وورم في السمول انتستين. ولكن في الانسان بتروح اللارفا دي بتروح للانسان، لكن هل بتقدر تتحول للادلت وورم؟ هنقول لا، هي ما بتتحولش الادلت ورم في الانسان. لما ايه المشاكل بتاعتها؟ هي بتروح وبتلف في التشو المعين اللي هي بتروحها، وكمان بتموت لان هي بتحس ان هي مش المكان بتاعها، وبتلم حواليها الايزينوفيل. في البداية الإنسان بيجيله نوع نفس اللي بيحصل في الكلاب والقطط، وده بيسمى الإسكاريس لامبريكويد. وده الإنسان بيحصل على الماتيور إج اللي بتكون فيها اللارفا، واللارفا دي بتتحول إلى أدلت فيميل وميل، وهنعرف السايكل بتاعتها. أما اللي بيحصل في الكلاب والقطط وبناخد إحنا اللارفا ده بيسمى التوكسيكاريزيس، والتوكسيكاريزيس ده بيكون في الكلاب والقطط. في الكلاب النيماتود بتاعت الكلاب بتكون تسمى التوكسيكارا كانس، بينما في القطط اسمها التوكسيكارا كاتي. وحاليا هنعرف اللايف سايكل بتاعت الاسكاريس لامبريكويد. لو تخيلنا ان احنا معانا الانسان ده مصاب بالاسكاريس لامبريكويد، فهو بيحتوي على الادلت ميل وفيميل، والادلت ميل وفيميل، فالادلت ميل هيتم تخصيب الادلت فيميل عشان ينزلوا البيضات بتاعتهم في الاسطول. في الاسطول ده هينزل كل من البيضات المخصبة والغير المخصبة. البيضات الغير مخصبة مش هتفيدنا بأي حاجة، لكن البيضات المخصبة بتفضل تنقسم لحد ما بتتحول إلى الامبريونيتد. الامبريونيتد ايج دي ممكن تاجي عليها حشرات بعدين تروح على الأكل فهتعمل له تلوث، وبالأخص كمان الأطفال فهم باد عندهم باد هايجين فما بيغسلوش يدهم، فممكن بعد الحمام يبقى عندهم واخدين الإج دي واخدينهم في الضوافر بتاعتهم، فيروح ياكلوا ويحط يدهم في بقهم فبيحصلوا على الإج دي. الإج دي في السمول انتستين بتاع الهيومن بتتحول وبتطلع كده وبتفقش، بيطلع منها الانتستينال لارفا. الانتستينال لارفا دي بتروح تخترق السمول انتستين عشان تروح تلف مع السيركوليشن عشان تروح لللنج. وفي اللنج زي ما اتفقنا ان هي بتروح لكل التشو، وبعدين هي عايزه ترجع لمكانها الرئيسي فبتتسلق التراكيه لحد ما بتوصل للفارنجس، والانسان بيروح يبتلعها عشان تتحول في الاخر لادلت ميل وفيميل. وبعد ما عرفنا اللايف سايكل بتاعت الاسكاريس لامبريكويد، حاليا هنعرف اللايف سايكل بتاعت التوكسيكاريزيس ازاي بتحصل. أما على اللايف سايكل فهنا بتبدأ بالقطط والكلاب. الكلاب زي ما اتفقنا إن فيهم النوع التوكسيكارا كانس، بينما القطط فيهم التوكسيكارا كاتي. كل منهم موجود في السمول انتستين، سواء الأدلت ميل أو فيميل، فبيتغذوا. وبعد ما بيكبروا الأدلت ميل بيخص بالأدلت فيميل عشان ينزلوا الإج بتاعتهم اللي هتنزل في الأسطول بتاعة الكلاب أو القطط، اللي هتنزل على التربة. ودي بتكون إج immature egg، يعني ما فيهاش اللارفا بداخلها، لكن بتقعد اسابيع في التربه دي وبتلاقي ان الوسط مناسب فبتكبر اللارفا دي وبتتحول الى ماتيور امبريونيتد ايج. الماتيور امبريونيتد ايج ده ممكن بتلوث الغذاء اللي بياكلوه القطط او الكلاب، فلما بيحصل عليها من خلال الاكل بتتحول من الادلت ميل وفيميل في السمول انتستين. ونفس اللايف سايكل اللي حصل في الاسكارس هي نفس اللايف سايكل هنا اللي بتحصل، ان اللارفا بتسيب السمول انتستين هنا وتروح تلفها في التيشو عشان توصل لللنج، ومن اللنج بقى بتبدا تصعد لحد ما القطه او الكلب يبتلعها وبينزلها تاني السمول انتستين عشان تتحول لادلت ميل وفيميل. لكن هنا الغريب، انا خالي اتكلم على اللايف سايكل فين الانسان هنا. الانسان هنا بيجي ازاي؟ هنا ممكن طفل يكون مثلا قاعد بيلعب في التراب وكمان بيحصل على حصل على الاج دي، وكمان ممكن غير كده حصل على الاج ده سواء في يده اخدها في ضوافره حط يده في بقه، ومن خلال ان هو لوث الاكل كمان او الشرب بتاعه وكان محتوي على الامبريونيتد ايج، فلما حصل عليه هنا اللارفا بتدخل جوه الانسان وبتروح مع السيركوليشن في مناطق معينة، بتلاقي ان المكان بتاعها مش هو المكان. هنا ما بتتحولش لادلت ميل وفيميل، ولكن زي ما هي لارفا لحد ما بتموت بعدين بيتلم حواليها ايزينوفيل. هنا لو كنا عايزين نعرف مين الديفينيتيف هوست، هنا الديفينيتيف هوست هي الكلاب والقطط،
هي اللايف سايكل بدأت بالكلاب والقطط واللي كان فيها ادلت ميل وفيميل. بينما هنا مين الانفكتيف ستيج فهي الماتيور امبريونيتد ايج اللي حصل عليها سواء الانسان او الكلاب والقطط. بينما هنا الدايجنوستيك ستيج اللي هنا لو كنا عاوزين نعرفها في الكلاب او القطط هي الاماتيور ايجز. لكن هنا الهابيتات فين بالظبط؟ فهي قاعده في السمول انتستين. بينما هنا بنقول على الانسان هو الاكسيدنتال هوست. يعني ايه اكسيدنتال هوست اصلا؟ يعني هو دخل في اللايف سايكل بس هو مش فيها، وبدليل ان اللارفا دخلت فيه بس ما تحولتش لادلت ميل وفيميل. يعني اللارفا اصلا ما كانش عايز تدخل فيه لكن هو اخدها، واللارفا هنا ما تحولتش لادلت ميل وفيميل، فعشان كده احنا بنقول عليه اكسيدنتال هوست. وهنا بعد ما انتهينا من التوكسيكاريزيس فهنا عند الإنسان بعد ما عرفنا إن هو عنده نوع نفس اللي بيحصل في الكلاب هو الأسكاريس لامبريكويد، فهو عنده برضو اتنين بيعملوا نفس الحاجة، إن هما بيعملوا فيزرا لارفا ميجرين ويفضلوا يلفوا في التشو، وهما زي الأنكليستوما ديودينال وكمان الاسترونجلويدز استركولاريس، ودي هتلاقوها في قائمة التشغيل الفيديوهات بتاعتهم. أما الأعراض اللي هيتعرض ليها البيشنت فلو أخدنا إن اللارفا دي لما راحت للسيركوليشن راحت للليفر فماتت في الليفر، فلما بتموت في الليفر الإيزينوفيل ما بيصدق حاجة زي كده إن ده جسم غريب فبيتجمع حواليها وبيعمل حاجة اسمها إيزينوفيليك جرانيولوميتاس ليجن. وكمان مع ده بيحصل حاجة كده، طبعا ده جسم غريب فبيخلي الجسم كده كله متهيش من ان الانسان ده بيحصل له فيبر ارتفاع في درجة الحرارة، وكمان الهيدك الانسان ده بيبقى عنده صداع، وهنعرف ليه كمان بيبقى عنده صداع، وكمان الانوركسيا والماليز. انوركسيا الانسان ما بيبقاش ليه نفس الاكل، والماليز ده الانسان بيبقى مرهق وتعبان. بينما كمان عنده اللارج تندر فيبر، يعني تلاقي ان الليفر بتاعته لما بيروحها اللارفا دي وتموت فيها بنلاقي ان فيها تضخم فيها. وكمان لو راحت لللنج فبتسبب نيمونايتس، وكمان لو راحت للبرين ممكن تحصل فدي بتسبب نوبات صرع. اما على التشخيص فبيكون من خلال الكلينيكال بيكشر، احنا بنشوف ان هو طفل من سنة 4 سنين، وكمان عندهم بيربوا قطط وكلاب أو في المناطق بتاعته قطط وكلاب كتير. بالإضافة لكده إن إحنا بنلاقي اللارج تندر فيفر، وكمان إن هو بيخلي الجسم كله متهيج، والجسم حرفيا شغال يطلع في الأنتي بادي بكمية كبيرة، فالجسم بيبقى عنده هايبر جاما جلوبينيميا. بالإضافة لكده إحنا ممكن نعمل حاجة باراسيتولوجيكال كده، فنحن ناخد اسبيريشن كده من خلال سرنجة كده بنحطوها في الليفر ونطلعها، ولكن الطريقة دي بتبقى صعبة، فبنلجأ لإن احنا نعمل الإلايزا ونشوف الأنتي بودي السبيسيفيك للبرازيت ده، وكمان من خلال السي بي سي فنحن بنلاقي الهاي ايزينوفيل. أما عن العلاج فبيكون من خلال الدايسايل كاربامازين أو إن هو ياخد البندازول، وكمان معاهم الكورتيكوستيرويد بسبب الانفلاميشن اللي بيحصل عندي. اما عن البريفنشن والكنترول فبيكون من خلال ان احنا نتجنب ان احنا الاتصال بالكونتامينيتد سويل، يعني كونتامينيتد سويل ايه اللي عليه الاسطول بتاع سواء القطط او الكلاب. بالاضافه لكده ان احنا نرتدي احذية، بالاضافه كمان ان احنا المكان اللي هنقعد فيه نكون فرشين عليه حاجه عشان نقدر نقعد عليه. وكمان حاجة اسمها برومبت ديسبوزال اوف انيمال ويستس، يعني الناس اللي بتتعامل مع الحيوانات ومربية سواء قطط او كلاب ان هي تلبس جوانتات وهي تتعامل مع الاسطول دي والتنظيف في المنطقة بتاعتهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.